الاستقالات المحترمة اللي المنتظرة من المسؤولين، ويمكن كمان هو واحد مش من المتسببين، بالعكس كان ليه دور كبير جدا في حماية مانويل جوزيه في استاد بورسعيد. الأستاذ كامل أبو علي يعني أنباء بتقول إن هو هيقدم على الاستقالة للأحداث الأخيرة اللي حصلت. أستاذ كامل اتفضل. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير. هو طبعا يعني اللي حصل ده مأساة بكل معانيها. احنا طبعا بنقدم تعازي، وانا شخصيا لي اسر الاولاد اللي ماتوا دول، يعني زي اولادي بالظبط وزي اولاد اي اب في الدنيا. ناس مالهاش ذنب ماتوا النهارده طبعا بسبب مباراة كرة القدم. احنا كمجلس إدارة المصري بالكامل كلنا تقدمنا باستعدادنا النهارده. ده كل شيء ممكن نعمله، مفيش حاجه في ايدينا نعملها للاسف. لكن اللي انا بقوله دلوقتي للناس كلها ان لابد ان يكون في حساب عسير جدا لكل المخربين اللي بيخربوا مصر، لكل المخربين اللي هم فاكرين نفسهم ان هم ابطال قدام الناس، لكن في الحقيقه في كتير جدا بيكرهوا بلدهم ومش عارفين قيمه بلدهم وعاوزين يكسروا هيبه الدوله نفسها. انا يعني كلامي هيزعل ناس كتير بس مش مهم. انا بقول الحقيقه لان مش طبيعي خالص. كل المؤامرات دي بتتم واحنا كنا واقفين ساكتين، واكيد المسؤولين عارفين مين الكويس ومين الوحش. اكيد. فلابد من حساب عسير لكل الناس ديت اللي بتطلبوا في هذا، لان الناس دي بتدبر وتآمر على البلد عشان تكسر هيبة الدولة والبلد تروح مننا. وده عيب كبير جدا ان احنا مش عارفين نتكلم، مش عارفين نقول حاجة، وكل عمال يعني يهلهل ويتكلم في حاجات، لكن الحقيقة حاجة تانية. عاوزين نبص الموضوع بشكل حقيقي جدا قدام، نحط نقط الحروف وناخد نشيل الناس دي البرء الفاسدة النهارده اللي عاوزة تدمر مصر. الموضوع مش موضوع مباراة كرة قدم، ده حاجة مدبرة وحاجة متخطط لها من زمان، وانتهزوا الفرصة واستغلوا الفرصة وعملوا العمل. لكن ده حاجة خطيرة جدا. اتمنى المسؤولين نفوق بقى كلنا مع بعض بقى عشان محاربة البلد في مصر. البلد انتشر بطريقة بشعة في مصر، كلنا خايفين. انا بودي ولادي بودي جنبات المدرسة، ده صح، خدنا ال 21. كل ده بيتم، الناس عارفة هذا الكلام. ضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا وضرب هنا. لا، وضع خطير جدا. لابد حساب كتير ودول انا بقول لك اهو ناس خونه بيكرهوا بلدهم، مش عاوزين بلدهم تحصل فيها استقرار. احنا محتاجين استقرار يا كابتن نادر. طبعا، ويمكن انت قلت استاذ كامل، قلت في بدايه اللقاء ان احنا محتاجين الاستقرار، انما يعني يمكن الكابتن طه قال ان احنا بندرأ الفتن من بدايه الامر، انما اعتقد كان من البدايه كان واضح ان كان في شيء مخطط او شيء هيحدث في المباراه. اكيد. بص، انا ما كنتش مصدق اي حاجه قبل المباراه، اني كنت قعدت مع الولاد امبارح. والموضوع مش موضوع ربط الدين، لا لا لا، الموضوع اكتر من كده بكتير جدا. الموضوع متخطط ليه من زمان، متخطط كويس جدا، ونجح في التخطيط بتاعهم. بدليل يا استاذ كامل، بدليل ان احنا ما بنقولش ده صح او غلط، انما ان الفريق كسب وكسب مكسب كويس وكسب نقط وكسب 3 أهداف وبرضه نزلوا. يعني فمن الواضح ان الامر لا، في اصرار او في شيء يعني مش طبيعي. كل شيء بالظبط. بس لازم نفوق بقى، لازم نفوق يا شعب. البلد هتروح مننا. شكرا جزيلا استاذ كامل، ان شاء الله نتمنى جميعا. اشكرك شكرا جزيلا واحييك على الاستقاله المحترمه اللي منتظرينها من كل الناس المسؤولين.